هيفاء وهبي وشيرين عبد الوهاب وشاكوش نجوم حققت معاهم نقابة الموسيقيين في عام 2024. شهد عام 2024 إصدار نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل عدة قرارات بشأن إحالة أكثر من مطرب ومطربة للتحقيقات بسبب تجاوزات صدرت عنهم وأحدثهم المطربة شيرين عبد الوهاب. أعلنت النقابة عن إحالة المطربة شيرين عبد الوهاب بسبب الأزمة التي أثارتها زلت لسانها عند حديثها عن الملحن الراحل محمد رحيم في حفلها بالكويت. الفنان مصطفى كامل في بيانه قال: قررت نقابة المهن الموسيقية بجمهورية مصر العربية استدعاء الفنانة شيرين عبد الوهاب للتحقيق معها عما بدر منها من سلوك يتنافى تماما مع كل القيم والمبادئ، ففاتحة كتاب الله عز وجل ليست هزوا ولا مجال للضحك وقت تلاوتها أو ذكرها، وحرمة الموت لها جلالتها وقدسيتها، ووجب احترامها على الجميع أيا كان. هيفاء وهبي قررت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل التحقيق مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي أمام الشؤون القانونية للنقابة، ومنع منحها تراخيص العمل، وذلك بعد الشكوى التي وصلت إلى نقابة المهن التمثيلية بشأن عدم التزام الفنانة ببنود تعاقد بينها وبين شركة إنتاج سينمائي رغم حصولها على عربون التعاقد. الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي كانت أيضا محور شكوى قدمت إلى نقابة المهن الموسيقية من منظم الحفلات ياسر الحريري بسبب عدم التزامها بتقديم حفل كانت قد تعاقدت على إحيائه. حسن شاكوش مؤدي أغاني المهرجانات حسن شاكوش تمت إحالته للتحقيق وإيقافه عن العمل بسبب التصريحات المسيئة التي أدلى بها في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في موقع انستغرام وأثارت الغضب في تونس. كابونجا. أعلن دكتور محمد عبد الله المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية إيقاف مؤدي أغاني مهرجانات يدعى إسلام كابونجا بسبب تداول فيديو له يحمل كلمات وعبارات تمثل انحطاطا لغويا وأدبيا وفنيا حسب ما جاء في بيان صحفي صادر عن النقابة. مسلم مؤدي أغاني المهرجانات مصطفى زكريا الشهير بمسلم خضع للتحقيق بسبب الغناء بدون تصريح